كمان صباح الخير لكل مستمعي الأوفياء عبر أثير إذاعة عنابة الجهوية. يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفتكم اليوم وضيفة نادي أبرق العناب مساء لتقديم روايتي البكر، رواية أبي الجبل، حائزة على جائزة علي معاشي المرتبة الأولى في صنف الرواية. رواية هي رواية اجتماعية. نعم. تعنى بهموم البيت المؤنث الذي يخلو من الرجال وكيف تصارع الأطراف الأنثوية العالم الخارجي. نعم، مهم جدا هذا الموضوع. يعني غير بعيد يوم الأحد احتفلنا بعيد الأمهات. للأب مكانة، للدور كبير، للرجل مكانة في المجتمع. يعني ما ننجموش نقرأ وماذا بينا يعني نتناولوها بالمعالجة اجتماعيا سيكولوجيا وحتى أدبيا، وهذا مهم أستاذة مريم. نعم، يعني هنا قلتي انه كاين مكانه، انا سميتها مكانه جبليه. فالجبل نعم. هنا هو جبل. الاب. نعم. فلما يسقط الجبل تنهار القيم. تنهار القيم، تكون نساء البيت بدون سند بدون ظهر. نعم. فتضطر الى تعويض هذا المكان او الى لعب ادوار نعم. رجوليه داخل المجتمع، وما يجر عن ذلك من مشاكل ومصاعب وتحديات في الحياه. نعم، أكيد. طبعا احنا دائما تكالل تهم للمرأة التي تتكفل ولا تتحمل ولا تعتنق هذه المسؤولية بأنها امرأة مسترجلة، ولكن إنه لا يعلم